الكلية الحربية المصرية الكلية الحربية المصرية سنة 69 في أزمة المواجهة المسلحة مع إسرائيل والحرب انتقلت إلى السودان. ما ننساش الكلام ده. والمجتمع السوداني حمى واحتضن أولاد مصر، ما تنسوهاش. حاجة التانية، القاذفات الثقيلة المصرية، التيو 16. التيو 16 دي قاذفة سوفيتية ثقيلة، دي اللي ضربت القواعد الإسرائيلية الرادارية والاستطلاعية في عمق سيناء يوم 6 أكتوبر 73. هذه القاذفات أخذت قاعدة وادي سيدنا وأخذت قواعد السودان كملاذ لها للتدريب وللحماية أثناء الفترة من 69 بعد عودتهم من العراق إلى 73. السودان استضافهم واستضاف طيارين مصر. دي كلها مسائل ما ننساهاش أخلاقيا وقوميا. الناس ما تعرفش ده. ما أنا بقول لك أهو. كويس، هايل. وبالتالي نعم، ما حدش يقول أصل ولا فصل. نعم. ليه؟ لأنه الله وجاي ليه وزحمة واحنا وضع الاقتصاد وهيضغطوا علينا. ده احتياطي استراتيجي لبعضهم البعض. نعم.